لما بتحس بالوحدة، ركزوا معايا في السؤال اللي جاي، لما بتحسي بالوحدة بتحسيها فين في جسمك؟ غمضي كده واسألي جسمك كده، ولو انت استشعرتي الشعور ده أول وقت بتحسي برد فعل من جسمك أو بشيء معين، وقت ما بتحسي بالوحدة بتحسي بحاجة معينة في جسمك، في المكان ده بيبقى مرتبط بالشعور بالوحدة. ونعمل ريلاكسيشن، الضغوطات، الحاجات اللي احنا بنمر بيها كلنا، اوقات بنشعر بالشحن الشديد وضغوطات رهيبة، يفضل نتخلص منها اول باول ونفضي الشحن ده باي طريقة وباي شكل ممكن يكون سبب للراحة والتفريغ والنفس والشعور بالهدوء. هنكمل مع بعض. تقييمي لمن يشعر بالوحدة يجد ضالته في الهروب إلى أغنية حزينة تنتشل من براثن الوحدة والسقوط. أول حاجة إن الأغنية الحزينة هتنتشلك، دي كارثة، خطأ في التعبير ده أولا مبدئيا، تمام؟ لكن اللي أنا أقدر أقوله تعديلا لتعريفك، اللي بيشعر بالوحدة بيجد ضالته، ممكن هي مش هروب، هو ممكن يكون عنده صداع، عنده زحمة أفكار، بيهرب من مشاعر. رزقنا الله وإياكم السعادة والرضا والهدوء وراحة البال.